شاب يمني كان قتل واحد الجني اللي كان كيسحب ليه بلي عادو، وتلبسوا والد الجني في الجسد ديالو واخذوه لمحكمة الجن من بعد ما كانوا ربطوه وكتفوه مزيان من طرف ملوك الجن، وهو على هذا الوضع من عدة ايام وكيحاول يدافع على راسه في محكمة الجن امام شيوخ الجن. الموضوع كاين اللي غيقول عليه بلي خرافات ولا شي حاجه اللي غير تخربيق، وانما الموضوع فهو حقيقي ومن اكثر القصص انتشارا والارعب في اليمن، وهو اللي حاليا موضوع الساعه، وجميع وسائل التواصل الاجتماعي كيهضروا عليه كيفاش وقع ليه وشنو التفاصيل ديال هذه القصه. هادشي اللي غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو هذا. وكيف ما العاده لاول مره كيشوفني مينساش يعمل ابوني لاشين، شي كومونتير مزيان ولي لايك، ويلا نبداو في القصه ديالنا اليوم. احمد ياسين العنصري هو واحد العسكري يمني اللي كيخدم في واحد المنطقه اسمها شابوه، وكان واحد النهار خدام في البوست ديالو عادي كيف ما العاده، حتى كيخرج له واحد الراجل اللي كان الصفه ديالو كتخلع بزاف، وهو بالغلط كان كيحسب ليه بلي راه العادو، الشيء اللي كان غيخليه يتيري فيه بقوه الخلعه، حينتاش داك الشخص كانت الصفه ديالو فريمون كتخلع بزاف، وكانت الصفه ديالو مظلمه ما كيبانش مزيان. وكان هاد الشخص من ورا ما تيرا فيه احمد في البلاصه مات. والغريب في الامر هو انه هذاك الشخص ما كانش من الانس وانما كان من الجن. من ورا ما توفى هذاك الجني كان الوالد ديالو غادي تلبس الجسم ديال احمد، من ورا ما كانوا ربطوه وكتفوه مزيان واخذوه لمحكمه الجن، واللي بقى كيدافع فيها على راسه، وكان على هذا الوضع لمده ديال 7 ايام كيحاول انه يبرر الموقف ديالو. من ورا ما كان انتشر هذا الفيديو هذا كانوا بزاف د الناس ملي سمعوا هذه القصه بقاو كيتسائلوا بزاف على كيفاش عرفوا هذه التفاصيل واشنو وقع وشنو الحقيقه ديال هذه القصه هذه. الشيء اللي كان غادي يخلي العائله ديال جندي غادي تخرج بواحد الفيديو اللي كانوا مصورين فيه احمد وهو في واحد الحاله اللي كانت شبه بالغيبوبه، وكان كيجاوب على الاسئله اللي كانت كتوجه ليه حول اسباب القتل الجني. وقالوا باللي حتى كانوا استعنوا بأحد المعالجين من الرقاة واللي كان أكد لهم القصة، وباللي فعلا كاينين جلسات لمحاكمة الابن ديالهم، وباللي خاصهم يتسناو حتى يتصدر الحكم القضائي. وغادي نخليكم حاليا مع تفاصيل ديال هاد القصة في هاد الفيديو هذا. نفسي هذا انت تعطيني تقريبا واصل التحرش صدادة انت منين انت؟ لعنت لعنت منين؟ يعني يفصل على النبي يا شيخ تجيب كان يجي سنة تحاكمني صرح للمرأة العجوز وبنيها حرام يتحمل ذنبهم، صرح مش ناقص كني معي هذا الإنسان عني ناقص العجوز أنا صراحة من أنا ما هذا أم المقتول ولا يا أم هذا عرق ولي الشرع وأبوها أبوه جالس مش فارق يا عيال ربطوه والله يا تربطني حرام أنا أقول لك، إذا ربطوني بي إذا طن بسكا من شيء وطرف خلوه مش مربط مش فار، والله إني جالس عندك حلف يمين والله ما حلف لك إني أنا إني جالس وين فر وين ثاني فرلان وين فر وصلتني يا أخي البراد وين فرلان الله يحكم عليك. هذا الشيخ شوف السلاح اللي كلمني عليه الان مش جابه، وانا كلمته قل له جيبه يا شيخ كذاب مش من سلاح خلاص. كيف قتلت ما ادري والله ما داري ما من سلاح قتلت والله ما داري ما من سلاح كذاب من سلاح عند احمد عادل والله على ذكر احمد عادل مش معه والله ما معه سلاح حرام يا شيخ امرني بس امر الان بجيب انا احمد حرام بمسح بالارض والله بتروح ولا بتلمسه حرام اذا لمسته يا شيخ ويسمع اذا لمسه ولا يأذيه اني قاتله
مش قاتله ظلم. كما الآن شوف أنت تسمع بقتله ظلم بالمرة. خلاص بتجيب السلاح. أخي إني أقول لك بلا سلاح، أنا بلا سلاح. منين نجيب لك سلاح؟ منين؟ من الجن. الشيخ غيرك يجيبني ما تكتب والله هذا الكتاب والله أنا تكتب كم ما تكتب والله ما كمل بيري. هدا ابني هدا حاول تدابني. كيف الأخو عادي يتحلف بعد بتعمل بذنبه بعد أخوه بعد ما تقولوا أنا حتى قتلته يسرع من أنا يسرع والله بيتحمل بذنبه بعد أخوه والله مش عاد ناقص أنا كني يسرع له من عندي يسرع ولا والله بقتل أمه بعد أخوه كلكم بنيري كلكم مش تعيش ولا بقاتلته تمشوا ولا كيف؟ مش قتلته برضاي إني أقول لك مش قتلته برضاي مش قتلته برضاي ليش مش مصدقني انت؟ خلاص احمد هولندا شروط يا اخي شايف كيف شروط انت بعقلك عشان اقتل انسان ادمي بعقلك انت ذا يا شيخ وين عقلك انت عارف شيخ وين عقلك؟ انسان ضحي انسان ادمي خلاص مش عاد تقتل دخل معه بيمشي لا دخل معه بيضمخ مع بني ومع قبيلته مش سمعه شيخ مش شاع انا كيف مش مي اهل مش مي قبيله يتيم ولا مقطوع من شجره انا مي قبيله مي اهل مي كل شيء احمد اسمعني الله يرضى عليك احمد اسمعني الله يرضى عليك اخي تعال مي ما عليك تعال حرام احمد بيسكنك بمشيخك على كل القبائل عشبه والله لا تمشيخنا على قبائل العالم كامل للشقة ولا شام ولا اشتي قبيلة ولا اشتي مشيخة خليني ولا احمد بس الله عني اللهم صل وسلم عليه يا اخي ليش هتمشي تبين ذرة ندم فيك يا اخي على حق يا اخي على باطل باطل ماشي باطل خليتوني باطل هذا لو كنت 3 أسابيع معذبيني باطل ليش هكا شو الاهالي يفتقوا علي امي وابو الشاي يموتوا كبواطن بسببكم والله شوفوا يا تحكموا بالحكم اليوم تقتلوني ولا يا شيخ تفنيني انا وياه نتلابق لما كل واحد يقتل الثاني لا انا ما اشتقتلك اشتي ضمك معي بس والله لا تحاول كم تحاول حرام ما دخلت مع قبيلتك اما اسمعني قول لك شيخ بن شيخ وكاين حتى واحد الاوديو تسجيلي للشيخ اللي كان قام برقية احمد واللي كان كيحكي فيه عن تفاصيل القصة واللي غادي نخليكم معاه دابا تسمعوه بودنيكم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. طبعا جاءنا أحد الإخوة من أبناء الصبيحة وهو عسكري في أحد ألوية العمالقة في شبوة جاء عليه آثار المس يعني جاء فيه جني متلبس في جسده فلما دخلت عليه أو جاء وصل إلى عندي وبدأت أقرأ عليه خرج الجن من جسده ثم بدأ هذا الرجل يكلمني فقال لي كنت في موقع في شبوة طبعا وجاءني شخص جسده كله مظلم فخافني وأفزعني ثم فرغ عليه بعض الرصاص في جسده فمات. طبعا هذا الذي جاء إليه هو جني ومن الجن والجن هذا ينتمي إلى قبيلة آل الشيخ من الجن الذين في شبوة طبعا هم جن مسلمين هؤلاء الجن مسلمون. فمرض هذا الشخص وحصل له ما حصل أخبرنا أن الجن أخذوه ويرى نفسه أنه مقيدا ومكبلا بالسلاسل ومنعوه من النوم أيضا ومن الصلاة ومن الأكل ومن أشياء كثيرة وأدخلوه إلى أماكنهم كما أخبرني بنفسه قال فوجدت أن عندهم أموال وأشياء وذهب وكثير من الأموال وأيضا أدخلوه إلى يعني قام أحد مشايخ الجن هم طبعا كادوا أن يقتلوه وأم المقتول من الجن كادت أن تقتله أيضا وهكذا والد المقتول والآن الذي في جسده هو والد المقتول من الجن. طبعا قام أحد مشايخ الجن المسلمين في شبوة ودافع عنه وقال ندخلهم محكمة ودخلوا في المحكمة وما زال الحكم الآن ساري وهناك من الجن من يدافع عنه. طبعا
هم أخذوا جملة بعض الشهود من الجن، لكن قلنا لهم أنتم غير مصدقين، ثم أن الشهود هؤلاء هم من أهل المقتول، وهذه الشهادة لا تقبل، على أنهم قتلوا عمدا وعدوانا. طبعا هذا الجن بينت له أنا، قرأت على المريض فبعض الآيات واستدعيت وقرأت أن الجن يحضر، كان الجن قريب من جسده، فحضر الجن وتكلم على لساني وقال هو قتل ولدي وأنا سأقتله وأقتل كذا وطبعا حصل حوار، سنرسل إن شاء الله بعض من هذا الحوار. وحصل أن الجن قال أدبناهم في النوم وفي كذا وكذا لأنه اعتدى على ابنه وقتله، فبينت له أنه ما اعتدى عليه، وإنما الجن يتمثل بشكل مخيف وبشكل بني آدم، وخاف هذا الرجل أن هذا يقتله فبدأ به، فأنتم معتدون. وحاورنا على مسألة أن هذا خطأ من عندكم، وقال لا بد من تقديم رأس، قال رأس برأس، يعني يريد قصاص أو يأخذون شخص آخر يقتلون عليه أحد، يقتلون عليه أولاد إخوانه أو أي أحد. فالمهم هذا الجني بدأ ثم طلب بعد ذلك دية وأراد السلاح. وهذه القصة تشبه قصة التي ذكرها الشيخ أحمد بن شملان في القصة المنظورة أمام الشيخ أحمد بن الإمام حفظه الله، والتي وقعت في وصال تشبه كثيرا. فالمهم سبحان الله بدأنا بالحوار الجني وقلنا لا أخرج منه خليه ينام حتى يخرج الحكم من المحكمة. وحصل ما حصل في الحوار، والحوار كان طويلا قريبا من ساعة. لكن الذي أريد أن ينتبه المسلم إذا رأى مثل هذه الأشكال أن يتبين، أو رأى ثعابين وقطط وهكذا يتبين، فإن الجن ينتقمون. فالشخص هذا يعني ما زال الآن الحكم في المحاكم يمشي، وننتظر ماذا يحدث، وإن شاء الله سنظل نقرأ عليه. طبعا عندما نقرأ عليه الجن مسلم يخرج ويجلس في مكان بعيد ولا يتأثر المريض، لأنه طبعا من هذا النوع لا يسمى مسا، وإنما يسمى هؤلاء الجن أذية من الجن. وكلما يجي بهذا الشخص إلى قارئ ما يتكلم الشيطان من جسده، يتكلم هذا الرجل يصحي كأنه ليس به شيء. الشيخ هنايا في هذا الاوديو هذا كان كيقول لهم باللي راه ملي كانوا جابوا له احمد باش يعمل له الرقيه كان كيلاحظ فيه الاثار ديال المس، ومن بعد ما كان قرأ عليه القرآن كان خرج هذاك الجني من الجسد ديالو، وبدا احمد كيعاود له القصه. قال له بلي انا كنت في الموقع ديالي في الخدمه حتى كيخرج لي واحد الراجل واللي كانت الصفه ديالو كتخلع، انا بقوه الخلعه ومن بعد ما كنت عطيته بزاف ديال الانذارات وما كانش هو بغى يمشي بالخلعه تيريت فيه ومات في البلاصه، وباللي انا ما كنتش عارف نهائيا باللي هذاك راه جني، وباللي احمد من وراء هادشي اللي كان وقع ليه فمرض بزاف ووقع له اللي غيوقع. وكان قال له باللي من بعد ما كانوا ربطوه وكتفوه كانوا خداوه لواحد الاماكن عندهم اللي كلقى عندهم الفلوس بزاف، وكاينين عندهم شي اماكن اللي مبنيه غير بالذهب والفضه. وللعلم فرح كانت الام ديال هذاك الجني المقتول هي اللي كانت في الاول باغيه تقتل احمد، لولا كان احد شيوخ الجن المسلمين تدخل ومنعها وقال لها بلي خلي هادشي حتى يدوز في محكمه الجن. وغير باش تعرفوا راه حتى من هاد الجن كان كينتمي لنفس القبيله والمنطقه ديال احمد، يعني حتى هما من الجن المسلمين. كان كيقول الشيخ في هاد الاوديو باللي كاينين شهود من الجن اللي كانوا كيحاولوا يدافعوا على القضيه ديال احمد، ولكن القضيه ديالو بقات مازال مطروحه امام ملوك الجن وكانت مازال مفصلوش فيها. من بعد ما كان تقدم واحد العدد كبير من شهود الجن للمحكمة، ولكن تم الاعتراض عليهم وعلى ادعاءاتهم لأنهم من أهل الجن المقتول. ومن بعد هادشي كيقول الشيخ على أنه كان كيطالب باش يتكلم مع والد الجن المقتول، واللي هو نفس الجني اللي كان متلبس الجسد ديال أحمد. وبالفعل كان تحدث معه بلسان أحمد وقال له باللي أحمد قتل ليه ولده، قال له باللي هو كان ناوي يقتله عمدا، وباللي هو حاليا باغي ينتقم لولده ويقتل حتى هو أحمد. ولكن الشيخ هنايا كان كيحاول يدافع على أحمد وحاول يوضح لي الجن ويفهمه باللي راه أحمد ما كانش عارف أن هذاك جني، بحكم الولد ديالك يعني راه هو اللي كان خرج لأحمد بواحد الصفة اللي كانت مرعبة، الشي اللي كان خلاه يدافع على راسه بهذيك الطريقة، وباللي كان هذاك هو رد الفعل ديالو في هذيك الحالة، باللي أحمد راه غير كان كيظن هذاك شي حد اللي كان من الإنس والعدو. يعني أحمد غير حينتاش خاف هادشي اللي خلاه يقتله دفاعا عن النفس،
وليس عدوانا ولا عن قصد. ولكن للأسف والد الجني ما كانش باغي يقتنع نهائيا بهاد الهضرة ديال الشيخ، وقال له بلي انا ما غاديش نخرج من الجسم ديالو، وبلي كان طالب بالقصاص. يعني يا اما غادي يموت احمد يا اما غادي يموت شي واحد في العائله ديالو، وبلي الدم بالدم. والشيخ هنايا كان رافض هاد الشيء. ومن بعد هاد المحادثه اللي كانت بيناتهم كانوا في الاخير وصلوا لواحد الاتفاق، واللي هو غادي يخرج من الجسد ديال احمد وغادي يخليه ياكل وينعس، ويخليو المحكمه هي اللي غادي تاخذ القرار ديالها الاخير في هذه القضيه. وفعلا من بعد ما كانوا عدة جلسات في محكمة الجن على هذه القضية هذه، ومن بعد ما كان انتشر هذا الفيديو، فكان كل شيء كيهضر على هذه القصة في اليمن. كانت دارت واحد الضجة اللي كانت كبيرة بزاف، وكان كل شيء كينتظر قرار المحكمة في هذه القضية هذه. من بعد ما كانوا شافوا أحمد في هذاك الفيديو اللي كان كيحاول يتكلم ويدافع على راسه في محكمة الجن، واللي كان في حالة شبه بالغيبوبة. وفعلا مؤخرا قبل يومين كان خرج قرار من محكمة الجن على أحمد، واللي هو إعلان والد الجن المقتول عن التنازل على القضية وعن دم ابنه، وأنه طلب من أحمد أن يتعهد له بأنه ما عمره يتهور مرة أخرى ويدير شي تصرف بحال هذا. وكان كذلك والد أحمد طلب من الجني أنه يعطي عهد على أنه ما عمره غادي يحاول يبان في الحياة ديال أحمد مرة أخرى، ولا يحاولوا يأذوه مستقبلا. وهكا تم الإفراج عن أحمد في محكمة الجن. ما تنسوش تخليوا لي الآراء ديالكم على هذه القصة في لي كومونتير، واش قصة حقيقية ولا لا، شنو الرأي ديالكم، واش في نظركم فعلا الأب ديال الجني تنازل على القضية ولا غادي يحاول ينتقم لولده في الخفاء. الحين جات ساعتكم، حطوا الحطب وجبوا النار. يا نار شبي من ضلوع حطبك، يا نار شبي من ضلوع حطبك.